بعدين سمعت طلقتين من بندقية ورا بعض. الحصان راح صاهل وشابب لفوق ورمح على طول. وبعدين كمل. وبعدين الطلقة الثانية جت في المليان، وقع سمتعت على الزراعية واتدحرج جنب الترع وسبته غرقان في دمه. ولدي قتلوه. ولدي مدحت ولدي. انت كيف هملت وهربت؟ قاعد لي مين في الدنيا دي ياخد بطار وطار ابوه من عيلة الدكش؟ قاعد لي مين؟ قاعد لي كان يا خديجة، انا اخوكي، ومدام مدحت قتل قبل ما ياخد بطار ابوه انا اللي هاخد بطار وطار العيلة كلها من عيلة الدكش. البركة فيك يا ابو السباع يا اخوي، نفسي اشفي غليلي من ولاد الابلت دول. طمني روحك يا خديجة، طمني روحك، دم مدحت وابوه ما يروح يشهدر ابدا. روحي هات البندقية بتاعت المرحوم. حاضر يا اخوي. انت راجل انت، غور من وش يا مرعوش يا خايف. عيني يا سي مدحت، يا خسارة شبابك يا سي مدحت، يا ريتني مت في بالك يا سي مدحت. الله يرحمك ويحسن اليك يا سي مدحت. متشكر يا سي مين سي مدحت؟ ازاي يا راجل تسيبني لوحدي وتهرب؟ لا ابدا، انا ما هربتش الا لما اتاكدت ان حضرتك موت. لا الله شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدي حبيبي، ولدي حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عم. ما جرالكش حاجة يا ولدي؟ لا الحمد لله جت سليمة. ازيك يا خالد؟ الله يسلمك يا مدحت يا ولدي، انا لو كنت معاك ما كانش جرى لك حاجة واصل. طبعا يا خالد. تعال يا مدحت يا ولد اختي، احكي لي على اللي جرى لك. احكي. انت شايل البندقية دي ليه يا خالد؟ كنت رايح اخد طارك وطار ابوك من اللي قتلوه وكانوا عاوزين يقتلوه. هم كانوا عايزين يقتلوني انا؟ ايوه، امال كانوا هيهزروا معاك. يا نهار اسود، ليه؟ انا عملت لهم ايه؟ الدكش وابوه قتل ابوك قدام عينيك وانت لسه صغير، وانت اللي دليت الحكومة عليه. قاموا الاثنين خدوا تأبيده، ابو الدكش مات في السجن وابنه قضى المدة وطلع من يومين. وكان عايز يقتلك قبل ما تقتله. ازاي الكلام ده؟ لازم يا ولدي تقتل ولد الدكش قبل ما يقتلك. ايوه لازم تقتله، تاخد بطار ابوك عشان يستريح في تربته. وهو كان قال لكم مش مستريح؟ ومعقول تجيله راحة قبل ما تاخد طاره بيدك؟ كويس، بس انا مش فاضي، هتجوز وهخش بعد اسبوع، وكنت جاي اعزمكم على الفرح وده سبب زيارتي. جاي تعزمني؟ والله فيك الخير يا اخي ابقى خش بعد ما تقتله. يا خلي بعد ما اقتله هخش على المشنقه. ما تخافش يا ولدي، محدش هيدل عليك واصل، خليك سابع زي ابوك. زي خالك. سابع زي ابوك؟ سابع زي خالك؟ لا يا خالي، انا لا انا سابع ولا حاجه. مين؟ اي اي. كاميرا 2 دولي اوت، ارجع كمان شويه. كاميرا 1 تخش مكانها، دولي ان. اثبت كاميرا 1، كت على كاميرا 1. ستاند باي بالاسواره نمره 2. خش كمان، خش ما تخافش. لا 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 لا، فين المزيكا؟ انا مش سامع حاجه.
الدبكه دي؟ فين؟ لا مش الاسطوانه دي، شيلي دي وحط 2 مطرحها. كات على كاميرا 2. يا كاميرا 1 اركن دلوقتي شويه، هنشتغل بكاميرا 2 و3 بس. يا كاميرا 3 وسع لي الكادر شويه، كمان شويه، كمان. كويس يا عبد الفتاح. نزل العناوين. متشكر قوي يا جماعه. العفو يا استاذ، العفو. متشكرين قوي يا جماعه. العفو يا استاذ. نعمل ايه يا زكاه بتاعتك؟ مبروك يا استاذ مدحت، البرنامج كان الليله دي هايل. متشكر قوي يا بنت، والنبي تخليهم يبعتوا لي كوبايه ليمون. من عينيا. خش. مبروك يا استاذ، تهانينا القلبيه. يا سلام على برنامج من القاتل اللي بتخربه سيادتك يا استاذ. مال هدي الدنيا كلها، رعب العالم. كده ونص. طب ده 3/4 اللي بيشوفوه ما بيجيلهمش نوم. طب ايه رايك في برنامج الليله دي؟ يا سلام، متقون وشرفك ومستوي على الاخر كمان. الشهاده لله يا استاذ، انت بتقدر تسبق الجريمه الصح. يعني مع عدم المؤاخذه كده انت تقدر تقتل القتيل وتمشي في جنازته. قتيل؟ انت بتقول ايه يا مجنون انت؟ الله، اعذرني بقى يا استاذ، الناس اللي بتشوف برنامج من القاتل في التلفزيون بتتلخبط، عقلها بيتبرجل، ما بتعرفش مين القاتل. اصلك بتسبق الجريمه الصح يا استاذ. طيب مع السلامه انت يا سيد. الله يسلمك يا مخرج الروايع والفظايع. الو، مين؟ أنا ليلى يا مدحت. برافو عليك، البرنامج بتاعك كان هايل النهارده. أهنيك من كل قلبي. متشكر يا حبيبتي، أنا جاي حالا. على فكرة تذاكر الدعوة لحفلة زفافنا هتعجبك خالص. الحفلة مش هتكون في بيتي ولا في بيتك. لا مش هقولك، أنا هعملها لك مفاجأة. استاذ مدحت فين؟ قول قبل يلمنا. استاذ مدحت موجود؟ ايوه موجود ومكتبه اهو، بس هو مشغول بيحضر في البرنامج. مشغول؟ أيوة. وانا جاي اتضايف؟ انا خال البرنامج. بس اقول لك انا خالي. اهلا خالي. ما تقولش خالي، كفايه خليت دماغنا في الارض. في إيه يا مدحت؟ لا ولا حاجة، أنا آسف يا حبيبتي، مش هقدر أكلمك في التليفون. أنا جاي لك بعد شوية. هتكلم مين؟ دي خطيبتي يا خالي. يا صلاة الزين، هتكلم عروستك. أنت فيها إيه كمان؟ فيها ايه؟ يا راجل اختشي، ازاي تتجوز قبل ما تاخد طار ابوك؟ بس يا خالي بلاش الكلام ده هنا دلوقتي. اسمع، انت لازم ترجع معايا البلد دلوقتي حالا، احسن هروبك من البلد خلى وشنا في التراب. تعالى البيت يلا نتفاهم زي ما انت عارف. انا قدامي كده كلام رجاله يا عالم. يعني هو أنا إذا ما كنتش هقتل وأذبح ما بقاش راجل في نظرك يا خالي؟ ولا في نظر حد ابدا. ده انت خليتنا معيره في وسط البلد. السرايا اللي انت عايش فيها دي بنيتها منين؟ مش من ورث ابوك؟ طب رد له الجميل وخد بطاره عشان يرضى عنك. إيه بس نهاية القتل ده يا خالي؟ إحنا نقتل لهم واحد النهاردة وهم يقتلوا لنا واحد بكرة، وعملية ما تنتهيش، وفي كل مرة بس أمهات تترمل وأبناء وبنات تتيتم ومستقبل يضيع وبيوت تتخرب. ايه يا ولد الكلام اللي عم تقوله ده؟ دي الحقيقة يا خالي. اسمع يا مدحت، اذا ما قتلتش سلمان ولد الدكش ورديت للعيله اعتبارها، تبقى قبلت على نفسك الجبن والعار لك ولولادك من بعدك، ويكون في علمك اني بريء منك ليوم القيامه. لا انا خالك ولا انت ولد اختي. طب اسمع بس يا اوعى خالي. حملني ما سمحتش. مالك يا ليلى؟ سرحانه في ايه يا حبيبتي؟ مدحت يا ماما بقاله كام يوم مش على بعضه. يمكن يا بنتي يكون تعبان في شغله. مش عارفة يا ماما، مش عارفة. أهو جه. اهلا
اهلا بالعروسه الحلوه الاموره، اهلا وسهلا. اهلا. مساء الخير. اهلا 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 يا حبيبي. ازيك يا خالتي؟ ازيك حبيبي؟ والله البرنامج بتاع مدحت ما كانش بطال ليه. كانش بطل؟ ده كان كويس جدا. طيب يا ستي ما تزعليش، احنا قلنا حاجه. الله، انا ملاحظ انك مش طبيعيه ليه؟ مش طبيعي ازاي؟ ابدا. ابدا ازاي؟ انت هتخبي على ابن خالتك؟ مش هخبي عليك ايه بس؟ مالي؟ لا بس اصلها مشغوله شويه علشان مدحت. ليه حصل له ايه؟ ولا حاجه، اعصابه تعبانه شويه. يمكن علشان هيخش دنيا جديده. دي حاجه تشرح، حاجه تفرح، حاجه تريح الاعصاب. انت عايز الحق، انا لو كنت منه كنت هطير من الفرح، خصوصا والعروسه احلى من القمر كده حبتين. وبعدين وياك بقى؟ انت عارفه يا خالتي انا كنت عايز اتجوز ليلى. والله يا حبيبي كل شيء في الدنيا اسمه ونصيب. الله، امال فين شاكر؟ جوه في اوضته يا حبيبي. كده لما اخش اشوف عمل ايه في اختراعه الجديد. طيب. مساء الخير يا اديسون، عصرك واوانك. اديسون مين وماركوني مين؟ تعال. انت بتتحكم عليا؟ انا شركه جنرال الكتريك عرضت عليا 3000 مليون دولار علشان تاخد الاختراع بتاعي، انا ما رضيتش. يبقى على كده انت غني جدا جدا. معاك سيجاره وتولعها؟ حاضر. واختراعك بقى ده يا سيدي ايه؟ غواصه ايه يا جاهل؟ اكبر من كده. يا سلام، لازم نفاسه بقى ولا قمر صناعي؟ نفاسه ايه وقمر صناعي ايه؟ ايه التفاهه دي؟ انا بالعربي اخترعت كلب. كلب لولو الكتروني آلي. يا سلام آلي. يا سلام. بالضبط. واكتر من كده، إيه؟ اكتر من كده، ده يقبض على المجرمين في بيوتهم. كده اسمع بقى، يبقى لازم تضم الكلب ده الى كلاب كليه البوليس علشان يعلمهم الحداقه والفتاكه. لا، انا شغاله معايا. ازاي؟ هما مش الحكومه بتدفع للي يرشد على المجرمين؟ طبعا. خلاص انا والكلب بتاعي هنرشد على المجرمين ونقبض. انا النص وهو النص. ابقى قابلني يا عبقري. فين؟ في مستشفى المجازين. مستشفى المجازين؟ انت هتكون هناك؟ يا خساره العيله فيك. خساره العيله؟ ده مش فاهمني. انت لو كنت مش كنت بارون. انت هتجنني. انا بارون. شوف، المقابله انتهت. امشي. يا خسارتك. امشي امشي انا. اهلا يا متر. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل. خير. سألوك. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبي، اهلا اهلا بالعريس، اتفضل. شكرا. تشرب ايه يا مدحت؟ لا ولا حاجه. لا ولا حاجه ازاي؟ لازم تاخد حاجه. متشكر. قول لي يا حبيبي، انت فكرت تعمل الفرح فين؟ ها؟ الله، مالك يا مدحت؟ لا ولا حاجة، أنا بس كنت جاي استسمحكم في تأجيل الفرح شوية. نأجل الفرح؟ انت بتقول ايه؟ الله، ازاي؟ طب والناس والمعازيم اللي قلنا لهم؟ بعدين يفتكروا الله لا يقدر فيه حاجه. لا أبدا، مفيش حاجة، أنا بس مشغول. اهلا مدحت. أهلا وحيد. مفيش حاجه تشغل العريس اكتر من فرحه، ده شيء ما يخشش الدماغ ابدا، الا اذا كنت بقى بتفكر في حاجه تانية، ودي احنا لسه على البر. قال يأجل فرحه، قال ده كلام. يأجل فرحه؟ يبقى لازم تحدد موقفك من دلوقتي. موقف إيه يا جماعة؟ أنتوا فاهمين الحكاية غلط، ومع كل إذا ما قبلتوش عذري في تأجيل الفرح، أنا مستعد أعمله لكم في الوقت اللي أنتوا عايزينه. خلاص خليه يوم الخميس. يوم الخميس. مدحت تعالى ما اقول لك. عن اذنك يا عن ماما. إذنك.
يا عريس مبروك عليك بين ايدك وردة سحرانة بجمالها، سحرها فوق الجبين في العينين وفي قوامها وبدلالها. يا عريس مبروك عليك بين ايدك وردة سحرانة بجمالها، مبروك يا عروس. سحرها فوق الجبين. ألف مبروك يا عريس. وفي قوامها وبدلالها. البلدية شالت الدكار بتاعي وحطتها فوق العربية بتاعتهم، عزيزة بتاعتي، وما عرفتش تنزل. فأنا هاخد عربيتك علشان أوصل العريس والعروسة على ما عزيزة تهرب منهم. أنا هوصلهم بعربية. عيب، أنا اللي هوصلهم. هات العربية. فين المفاتيح؟ خد. دي المفاتيح. فين مفتاح العربية بتاعتي؟ فين؟ أهو. ده صغير. التلفزيون برامجك كلها فن وشطارة، خليك الجمهور يحبك واعترف لك بالمهارة. في التلفزيون برامجك كلها فن وشطارة، خليك الجمهور يحبك واعترف لك بالمهارة. واحنا جايين نحكي فيك سهرانين طول الليلة دي، الليلة دي. يا ليلى يا ليل، الليلة دي للغرام يا سلام، هو للعشاق دواء. أنا دواك يا حبيبتي. هاتي بوسة. تعرفي تطلعي فوق الشجرة دي؟ هاتي بوسة. الليلة دي للغرام يا سلام، هو للعشاق دواء. أصله نظرة في البداية في النهاية يجمع القلبين سوا، والحبايب كلهم جايين يباركولنا الليلة دي، الليلة دي. خير يا خالي. خير ايه وهباب ايه؟ انا جاي مخصوص عشان احذرك. تحذرني من ايه؟ سلمان الدكش وعيلته وصلوا مصر وعرفوا عنوانك. وفي ايه ما اعرف عنواني؟ دول جايين مخصوص عشان يقتلوه. طب والبوليس والحكومه؟ انا هبلغ البوليس. اوعى تعملها يا مدحت، ما تمرمغش دماغنا في الطين. البوليس هيعمل لك ايه؟ هيحرسك في الروحه والجايه. يا مدحت يا ولد اختي، انت ما تعرفش سلمان. سلمان ده ثعلب. يعني ايه ثعلب؟ يعني تبص تلاقيه طالع لك من تحت السرير، من الدولاب، من حله في المطبخ،
من اي حته وهيطخك طوالي. طب والعمل؟ العمل انك تقتله قبل ما يقتلك، تتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه. اتغدى بيه قبل ما اتعشى بيه؟ ايوه. اتغدى بيه اتعشى بيه. يلا واقف هنا ليه؟ يلا على الزفه يلا. يا ابويا يا الزف مع عروسته وسايب طار ابوه، 100% ولد الدبش هيقتلوه. يلا يلا يا عرايس. انا متشكره قوي قوي يا وحيد. الف مبروك. عقبالك يا شاكر. خلي بالك من نفسك. حاضر. متشكرين يا جماعه. مع السلامه. مع السلامه. خلي بالك منها، دي اختي. روح فين؟ يلا امشي. يعني في ايه يا مدحت؟ دي عجله عربيه وحيد فرقعت. تقوم تتخض بالشكل ده؟ اسف قوي يا ليلى، انما الظاهر اعصابي من دوشه المعازيم في الفرح شويه كده. يلا بينا. لا كويس كده قوي. يا بس يعني معلش يا ستي معلش. التليفون بنسيبه يرن. مش ممكن. الو الو الو، دار مدحت سالم. انا مدحت يا فندم. مين سيادتك؟ الو الو. يبقى كلام خالي تمام.
ايوه جايبه لك كوبايه ليمون بالهنا والشفا. متشكر. الو، منزل الاستاذ عزت سامي المؤلف؟ الاستاذ عزت اللي بيتكلم؟ انا مدحت سالم. الله يبارك فيك. يا استاذ عزت، انا عايزك تجيلي دلوقتي حالا، بس لما تيجي بسرعه وحياتك. متشكر، مع السلامه. كتك القرف فيك وفي عربيتك اللي عامله زي صفيحه الزباله. زبالة؟ ما تستني، سامع؟ ما تجيبليش كلام، استني اقول لك. والله لو اربطك من زمارة رقبتك، هربطك من زمارة رقبتك في الشجرة دي. لا، تعالي في الشجرة دي. يا عريس. الله يبارك فيكي، عقبال شاكر ان شاء الله. ميرسي. امال فين ليلى؟ ليلى. اهلا خير يا ماما. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك يا ماما. صباح النور يا عروسه، يا الف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. كويس، زي الحال ان شاء الله يا عريس. ايه هو ده كلام يتقال يا واد؟ على المؤاخذة، صباح الخير، صباحية مباركة. صباح صباحية الخير. مباركة يا عروسة. ميرسي يا شيخ. كويس والله، الفيلا كويسة والعفش كويس خلاص. روما تعالى. اتفضل. كويس.
اختي لسه متجوزه امبارح، لسه ودانها نظيفه. يا ندمتي صحيح الكلام ده يا مدحت؟ كلام ايه يا حماتي؟ مش قلت لك؟ شاكر ماما قومي يا بنتي نقعد فوق لحسن مش عارفه اتكلم على حريتي معاكي هنا. يلا بينا. طيب يا ماما. اعوذ بالله، الحمد لله انا لسه ما اتجوزتش. ها؟ على فكره تعالى ما افرجك على عزيزه. عزيزه؟ ايوه، دي العربيه الجديده بتاعتي، شاريها النهارده من اكبر وكاله في البلد. وكالة ايه؟ وكاله البلح. يا سيدي الف مبروك. الله يبارك فيك. انا شاريها مخصوص علشان الكلب الالكتروني طلبها. اللي على فكره انت مش هتشغله معاك في البرنامج بتاعك؟ هو ايه؟ الكلب الالكتروني. ايوه ان شاء الله. مالك كده مكبوس كده ليه؟ ها؟ على فكره انتوا ما عندكوش اكل علشان انا خرجت النهارده من غير فطار؟ ايوه في المطبخ تحت امرك. في بلح زغلول، بلح عيشه، بلح حمهات، في مربى بلح. مربى بلح بس، جبنه، زيتون، حلاوه، في كل اي حاجه. هذه الخيبة التقيلة النهاية. وبعدين ايه اللي حصل؟ ابدا يا ماما ولا حاجه. ازاي بقى؟ دي الحكاية باين على وشك زي الشمس. يا ماما ما فيش غير ان ايه؟ مدحت فكره مشغول قوي. الفكره تتلخص ان واحد قتل ابو واحد واتحكم عليه بالسجن المؤبد. جميل. ولما خرج من السجن المؤبد خاف من ابن المقتول لا يقتله. عايز يتخلص من الابن ويقتله قبل ما الابن يتخلص منه ويقتله. دي فكره بسيطه جدا. خايف لا ابن المقتول يقتله، فعاوز يتخلص من ابن المقتول ويقتله قبل ما ابن المقتول يقتله. شوف تي يا خسارة. سيبني أفكر. اعمل معروف، ركز شويه يا استاذ عزت. هتش من فضلك، هتش من فضلك. حاضر هتش. المقتول يقتله قبل ما ابن 65. يا أستاذ مش عاوز ضوضاء. انا عملت ضوضاء؟ اما مالكيش حق ابدا يا ليلى يا بنتي. احنا لازم نشوف لنا طريقة. طريقه ايه بس يا ماما؟ يا ندمتي، امال هنسيبه كده؟ امال هنعمل ايه؟ بكره اعصابه تهدى ويبقى كويس. اللي تشوفيه يا بنتي. لكن اسمعي، اذا استمر على كده انا هبقى اكلم الدكتور ممدوح عشان يجي يكشف على اعصابه. ايه رأيك في العقدة دي؟ مدهشه. انت مدهش يا استاذ، عبقري. أنا عميد التأليف الإجرامي، أنا هتش الشر. مظبوط والله. وعرفت ازاي القاتل يتخلص من المقتول؟ ايوه يا فندم عرفت، متشكر قوي. عندك مشكلة تانية تحب أحلها لك قبل الوحي ما يهرب؟ لحد دلوقتي ما فيش، لكن اول ما تجد مشكله هبقى اتصل بالسيادة. والبرنامج التلفزيوني ده هيتعرض امتى علشان اتفرج عليه؟ تلفزيون؟ ايوه قريب جدا ان شاء الله. اتفضل. متشكر خالص. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ. هتش. الله، أنا كنت جاي هنا ليه؟ عشان العقده يا استاذ. فعلا عشان العقدة، أنا حلال العقد. اهلا وحيد. اهلا مدحت. المؤلف السينمائي الاستاذ عزت سامي. هتش، حلال العقد. مستر هيتشكوك. أنا هتش من غير كوك. تشرفنا يا سي هيتش. ميرسي. الرائد وحيد ابن خالة مراتي، ضابط مباحث. سيادتك ضابط مباحث؟ ايوه يا فندم. تشرفنا جدا، ويسرني ان الاستاذ مدحت يعرض عليك العقده. عقده؟ عقده ايه؟ العقده اللي انا عملتها له في الروايه الجديده. مفيش مانع. استودعكم الله. استودعك الله. مع السلامه يا سيدكم. مسكين عنده هفه جامده، انما بقى مؤلف بوليسي ملوش نظير. هو الف لك روايه جديده؟ لا، الفكره بتاعتي، هو اللي حط لي عقدتها. طيب وايه الفكره دي؟ مشكله الاخذ بالطار، دي مشكله عايزه علاج حاسم، واحنا بنعالجها بكل الطرق. قول لي يا وحيد،
القاتل في الروايه بتاعتي بيقتل اخدم بالطار، دي تبقى عقوبته ايه؟ طبعا الشن. الشن. طب واذا كان بيدافع عن نفسه؟ اذا ثبت ان القتل حدث بموجب الدفاع عن النفس تبقى العقوبه مخففه. طب الانسان المهدد بالقتل ده ما تقدرش الحكومه تحميه؟ ازاي؟ تمشي وراه بوليس عشان يحرسه. لو الحكومه اتخذت اجراءات الحمايه لكل فرد مهدد بالقتل مش هتخلص ابدا، حتى لو جندت كل رجال الامن. طب وايه العمل في حاله زي دي؟ المهدد بالقتل يعتبر في حاله دفاع عن النفس مستمره. فكرك كده؟ تمام. مع السلامة يا ماما. أهلا أهلا يا وحيد، أهلا وسهلا. صباحيا بركه. مباركة. ماما وبعدين معاكي. لكن انتم مروحين بدري كده ليه؟ مش تستنوا ما تتغدوا معانا؟ نتغدى معاكم ازاي؟ دي تبقى جليطه وقله ذوق. انتوا لسه بتبتدوا شهر العسل. عسل. ايوه عسل. انتوا لازم تبقوا لوحدكم، تتغدوا مع بعض، تتعشوا مع بعض، تفسحوا مع بعض، كل حاجه مع بعض. يلا يا وحيد تعالى وصلنا يا سمرات، قربت تنفقع. يلا والدكار بتاعي اتلهي. باي باي يا روح. باي باي يا ماما، مع باي السلامة. باي. امشي مع بقى السلامة يا عشان- شاكر. طيب. الو؟ مين؟ خالي؟ ايوه يا مدحت، اسمع، خلي بالك سلمان ولد الدكش هيطب عليك بكره المساء. هيطبوا عليا فين؟ فتح عليك كويس، اوعى تقل عقلك وترجع في كلامك، ما تمرمخش دماغنا في الطين تاني يا ولدي. طب ما تعرفش هيطبوا الساعه كام؟ لا. طيب يا خالي، شكرا. الو؟ استاذ عزت؟ اسف يا فندم، هيتش. هراعي كده المره الجايه يا فندم. الموضوع اتغير شويه. الراجل اللي كان هيموت ابن اللي موته هيزوره بكره في البيت بالليل. اللي هيموت ابن اللي موته. اه 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 الله، مالك يا مدحت؟ في حاجة بتوجعك؟ انت لسه ما نمتيش يا ستي. أنا مش جاي لي نوم يا مدحت. انت لازم اعصابك تعبانه. والله ما أنا عارفة أعصاب مين اللي تعبانة فينا. اعذريني يا ليلى. أنا عذراك يا مدحت، بس أنت مش طبيعي. مش طبيعي. طيب ممكن تسيبيني لوحدي شويه بس هخلص المشهد ده، واول ما هخلصه هطلع لك فوق على طول. حاضر يا مدحت، زي ما تحب. مش طبيعي. ليلى، الله، إيه الحاجات اللي معاك دي يا مدحت؟ دي حاجات عشان الشغل، وجايبها معاك هنا ليه؟ عشان ابقى اخدها معايا الاستوديو. دي البرنامج. ده لازم برنامج هيبقى هايل. فعلا هيبقى اصعب برنامج هنفذه في حياتي. ربنا يوفقك يا مدحت. يا رب. روحي انت بقى البسي علشان تروحي تقعدي مع الست والدتك، وانا لما اخلص شغلي بالليل هفوت عليكي بعد الساعه 12 اخدك. طيب. مرة فين؟ جرى يا سميتها، انتوا خلاص ما بتسمعوش الايام دي؟ فين ليلى امال؟ والله بتلبس عشان هتسهر عند والدتك الليله. ازاي ده؟ ده انا عازمك انت وهي على فيلم بوليسي هايل، تقدر تلطش منه فكره وتعملها كام برنامج.
مش هقدر والله يا شاكر. ليه؟ لازم اخلص البرنامج الليله. آه. تقدر تروح مع ليلى؟ يا خساره، ده انت هيضيع نص عمرك. معلش كفايه عليا النص التاني. الحق ليلى تروح وياك كده اهو. اه. طب يا ليلى. خير يا سويلم. خير. عملت ايه يا سويلم؟ راجبت بيت مدحت لحد ما خرجت مرته مع اخوه في الكراكه بتاعته، وبعدين خرجت الخدام. عال يعني مدحت لوحده دلوقتي في البيت. ايه؟ اسمعني يا مبارك. ايه؟ روح واقتله من غير ما حد يعرف ولا يضرب. ها؟ بس اقدر اخش عليه ازاي يا بوي؟ ايه الله يخيبك، البس الافرنجي. افرنجي؟ افرنجي كيف يا بوي؟ كبرني يا سويلم. البس له افرنجي منين يا سويلم؟ تلبس له افرنجي منين يا مبارك؟ إيه؟ اسمع، تروح العتبة الخضراء هتلاقي سوق اسمه سوق الكنتور. هتخش كده تخرج افرنجي. اخش كده اخرج؟ اسمع، اوعى يخمك، نجيها تكون جيافه. ايه؟ اخذ حبايه مهدئه للاعصاب. يستحسن اثنين. إخفاء جميع الأنوار.
سي مدحت، انت لابس كده ليه؟ انت ايه اللي رجعك؟ الجزمة بتوجعك؟ يلا يا ستي روحي. اروح؟ ايوه روحي. طيب يلا. طيب طيب طيب. الو 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 الو، لازم هو. مدحت، جت فيك؟ لا ما تخافش عليا. الحمد لله. ايه اللي جابك دلوقتي يا خالي؟ جاي أكد عليك إن سلمان هيطب عليك الليلة الساعة 10 تمام. ما تخافش. أفارم عليك 7 زي خالك. شكر يا خالي. فتح عينك قوي. حاضر. سلام عليكم. استنى نونس بعض. لا ورايا مصلحة أقضيها وأفوت عليك الصبح. سلام عليكم. برافو عليك. الدنيا مالها كحل كده ليه؟ انا عارفه ايه ده. استني انا خايفه قوي. ماما. اما شوف هي كحل ليه. شاكر انت رحت فين؟ النوم ده انا هنا، طلعيني الاول. ومين اللي عامل الفحت ده؟ انا مش عارف النوم ده. طب هات ايدك كل رجلي
انا مدفون. ايه ده؟ مين؟ يعني الحقونا الحقنا يا مدحت. الحقوني هموت. امسكوا ايدي. يا رجلي. امسكوا ايدي. امسكوا ايدي. امسكوا ايدي. اطلع يا شكل. مسكتوا ايدي طلعت انا. الله. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عامل في نفسك كده ليه يا مدحت؟ ايه الخوذه اللي انت حاططها فوق نافوخك دي؟ انت انضميت للمطافي؟ دي وايه اللي ملبسها لك كده؟ لابسها عشان اكتب البرنامج بيها. عشان تندمج يعني. ايوه. الله، لكن مين اللي حفر الحفره دي؟ اللي زي القبر دي. ده احنا كنا هنندفن فيها بالحياه. فين التليفون؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ابلغ البوليس. لا، انا اللي فحتها. ليه يا مدحت؟ كنت بعمل بروفر البرنامج بتاعي. يا ناصح. مش كده ولا ايه؟ برافو عليك. انت مخرج ناجح جدا. تنفع مجرم خطير. خد دي تنفعك. خد. يلا مع السلامه. طب ما تيجي تغسل وشك يا شاكر. لا، هو كويس قوي كده. انا كويس كده. طب هدي. تصبح على خير يا شاكر. هو بيطردني؟ يطردني انا؟ ده عشان عرايس. انا سرقت الحفره؟ مش سرقت؟ لا، السخت. انا السخت. فسخت. ايه يا مدحت بتسمعوا ليه؟ لا ولا حاجه، بس كده جميل وشاعري. عندك حق برضه. رايحه فين يا ست؟ هكلم ماما عشان اطمنها عليا. لا مش معقول تزعجيها دلوقتي والدنيا ليل. تعالي بكره الصبح نبقى نكلمها. حد يزعج والدته بالليل كده؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. ان شاء الله تكوني قضيتي وقت كويس. قضيت وقت كويس ان شاء الله. شدي. بس انت ميرسي يا ستي قوي. شدي حيلك. يا رجلي. معلش. يعني استحملي. عارفه ايه الحفره دي بس؟ انا هجيب لك دواء يضيع لك الالم حالا. طب يا مدحت ما تعمل لي تدليك احسن على الحته اللي لا بتوجعني. يا ستي تدليك ايه؟ الدواء اضمن. انا هجيبه لك حالا. يا رجلي. يا ايدي. ياني. يا رجلي. اتفضلي يا ستي. بالهنا والشفا. ميرسي. ميرسي. العفو يا ستي. نامي كده، ريحي نفسك عشان ما تحسيش بالألم. نامي عشان يروح الوجع خالص. نامي استريحي. نامي نامي خالص. طيب.
صباح الخير يا ليلى. صباح النور. انت بتعزف مزيكا حزيني كده ليه؟ حد مات؟ مات؟ بالعكس دي مزيكا فرايحة خالص. حتى اسمعي. لا دي فرايحي قوي. قول لي يا مدحت، ستارة الحمام راحت فين؟ ستارة الحمام؟ ايوه مش موجودة. ستارة الحمام ده انا شحتها. شحتها لمين؟ امبارح بالليل كان في راجل غلبان بيتكتك من البرد. لفيته بيها. لفيته بيها؟ ليه؟ اصلها كانت قديمة والراجل كان ميت من البرد. بستارة الحمام؟ والله. والله انت يا مدحت. طب اما اقوم احضر لك الستارة. اهلا يا خالد. طمني، عملت ايه؟ اخبار عظيمة، اتفضل استريح. عملت ايه؟ خلاص. خلاص ايه؟ سلمان الدكش. ماله؟ خلصت عليه ودفنته في الجنينة. دفنت مين يا سبع؟ سلمان ابن الدكش. يا راجل قول كلام غير كده. سلمان اللي لسه مهمله في الاكنده دلوكيتي. دلوكيتي. يا نهار اسود. امال انا قتلت مين؟ وانا ايش دراني؟ مش يمكن قتلت واحد من اصحابك؟ طب والعمل يا خالد؟ العمل انك تقتل سلمان الدكش، بس الاول لازم تتاكد وتشوف مين اللي قتلته ودفنته في الجنينه. سلام عليكم. خالد.
تلفزيون؟ انا مدحت سالم. اديني المساعد بتاعي من فضلك. يا رب استر. الو عاطف، انت متاكد انك عاطف؟ الحمد لله جت سليمه. لا ولا حاجه. لا متشكر. الو الاستاذ عزت المؤلف. انا مدحت سالم. انت عزت؟ انت لسه صاحي؟ الحمد لله. لا 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 والله، لا والله ما اقصدش حاجه. متشكر قوي. انا قتلت مين يا ربي؟ الو مدام فكريه، انا مدحت سالم. هو جوزك فين؟ مسافر البلد؟ وقال لك انه هيفوت عليا بعد ما يرجع من السفر؟ متاكده ان الكلام ده حصل امبارح بالليل؟ متشكر قوي. يا دي المصيبه السوداء، بايديا دول قتلت اعز صديق ليا. قتلته. قتلت مين يا مدحت؟ البطل. بطل؟ بطل ايه؟ بطل التمثيليه الجديده، قصدي اقول الممثل اللي كان هيقوم بدور الميت. لا يا مدحت، انت لازم تعرف نفسك على دكتور اعصاب. انا لازم اعرف مين اللي بيكلمك. مش ضروري تعرف. لا لازم اعرف. الو. الله، ده صوت واحده ست. ست؟ انا فهمت دلوقتي كل حاجه. اديني التليفون. الو. مين؟ ماما. وكنا فاكرينها واحده ست. ايوه يا ماما. ياما في الحبس مظاليم. ازيك انت؟ عرفتي بقى ان لا يمكن اعرف واحده ست غيرك؟ ايوه يا ماما، مدحت هو اللي جنبي بيكلمني. لا ابدا، ده لسه تعبان، ده حتى اعصابه تعبت اكتر من الاول. كبدي يا بنتي، يعني متجوزه ومش متجوزه. ايوه يا ماما. لا ابدا 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 مفيش حاجه. ولا حاجه ازاي؟ ده صوتك باين عليه بخاستك. اسمعي، هاتيه وتعالوا انتوا الاتنين اتغدوا عندنا النهارده. طيب يا ماما، هنجيلك. مع السلامه. ماما عايزانا نتغدى عندها النهارده. مش وقته، يوم تاني. لا يا مدحت هتخص عليك، بعدين تزعل، واحنا ما نقدرش على زعل ماما. طيب يا ستي انا تحت امرك. ميرسي قوي يا مدحت. يا ترى مين اللي انا دفنته؟ مدحت مدحت يا وزياني. الحقني يا مدحت. ما تخافيش. ما خافش ايه وهرب بايه؟ وايه اللي لخبط الفيلا بالشكل ده؟ حصل خير. مش عملت طيب اني هبيع الفيلا المعفرطه دي؟ خلصني الاول وبعدين يبقى بيها الفيلا. يعني موافقه؟ بقول لك خلصني. شوف الخلفية. ايه ده؟ مش عارفة مين لفت الحلبيات بالشكل ده. الحق يا مدحت، الحقني يا مدحت، المايه الملخبطه دي. ايوه يا ستي، ما انا بدور اهو. بتدور على ايه؟ على الاعلان. اعلان ايه بس دلوقتي؟ اعلان بيع الفيلا. انت هتبيع الفيلا صحيح؟ ايوه يا ستي، انا اعصابي تعبت قوي. اهو الاعلان اتنشر اهو.
يا مدحت ما تشوف لي الاول انا جرالي ايه؟ الله، ايه اللي عمل فيكي كده؟ انا عارفه الحمام كله بايظ، الحنفيات وكل حاجه، انا لازم اجيب السباك عشان يصلحها. لا لا لا، دي ما تصلحش، اساليني انا والله. امال انا عاوز ابيع الفيلا ليه؟ روحي انت يا ستي لحسن تاخدي برد، غير هدومك اوان. هش 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 هش. ايوه يا فندم، تلزم اي خدمه؟ ايوه، احنا قرينا اعلان عن بيع الفيلا. لا لا لا، انا مش هبيعها، خلاص غيرت رايي. ده مش كلام ابدا يا حضرة، هم المواطنين خدامين عندك؟ يا استاذ مفيش داعي للكلام ده. انا صحيح عملت الاعلان وكان في نيتي ابيع الفيلا، لكن بعد كده جت الظروف منعتني عن البيع. ده مش معقول ابدا، بعد ما نتعب ونيجي لحد هنا تمتنع عن البيع بدون ابداء الاسباب. انا اسف على ازعاج سيادتك، وبالعربي الدافع اللي منعني عن البيع دافع قوي جدا. ايه هو؟ مراتي. مراتك؟ مراتك تحكم رايها عليك؟ يا للاسف. ليه سيادتك مش راجل وليك السلطه الكافيه؟ انا بستغرب على الرجاله اللي بالشكل ده. حشمت، ايوه يا روحي. ايه الكلام الفارغ ده؟ فعلا ما فيش داعي. يلا بينا. حاضر. الستات يا سيدي. خد ده معاك. ايوه صحيح. مدحت مدحت، ايوه يا ليلى. مين الناس دول؟ دول ناس عايزين يشتروا الفيلا. وهتبيعها لهم؟ لا، انا غيرت رايي خلاص، مش هبيعها. تتصورش قد ايه انا فرحانه دلوقتي. ده عشان خاطرك انت بس. طب يلا بينا احسن، ماما زمانها مستنيانا. يا سلام، اهو ده الاكل اللي يفتح النفس ويرم الجسم. مونيب كارع. لا يا حماتي متشكر، ما بحبش الكوارع. هات طبقك هات. في حد في الدنيا ما يحبش الكوارع؟ الكوارع دي مفيدة جدا، مغذية. خد يا حبيبي خد، اتغذى اتغذى. يا ماما ما تسيبي لك اللي على كيف. انا اسف يا جماعه اللي اتاخرت. اتاخرت ليه؟ جنايه ولا جنحه؟ لا جناية. يا ساتر يا رب. الموضوع يا ستي ان في واحد اختفى من مدة واظن اتقتل. طمن، انا هدور لك عليه باسلوبي الخاص. وبالمناسبة دي اللي اختفى ده من عيلة اسمها عيلة الدوكش، من بلدكم يا مدحت. انت تعرف حد منهم؟ لا. على العموم العدالة هتاخد مجراها، وتأكد ان البوليس هيقبض على القاتل قريب. يا جماعة فضونا من السيرة دي دلوقتي، خلينا ناكل. كل يا وحيد. ما بتاكلش ليه يا مدحت؟ شبعت يا حماتي متشكر. يا ندامة، هو انت اكلت حاجة؟ انا اكلت خلاص، انا هقوم ادور لكم على القاتل المجرم. عزيزة عزيزة، بس برافو عليك يا مرعب. انت متأكد ان القاتل مستخبي في الفيلا دي؟ متأكد؟ طب تعالى بقى وريني فين مكان الجثة. اثبت اثبت اثبت. اهلا وسهلا. اسمع شويش، افندم،
عندك مانع تشترك معايا في القبض على مجرم خطير ونقسم المكافأة سوا وتترقى صون؟ اترقى صون؟ ايه الحكايه؟ في واحد مجرم خطير قاتل بيبحث عنه البوليس ومش عارف طريقه. وانت تعرف طريقه؟ ايوه، الكلب اللي قال لي. كلب قال لك؟ الكلب بتاعي الالكتروني. الكتروني؟ يعني ارمنت ايه؟ ده كلب من نوع تاني خالص، الكتروني آلي، انا اللي عامله. انت اللي عامله؟ ايه مش عاجبك؟ ده انا مخترع كبير. طب وما اخترعتلكش مخ تفكر بيه ليه؟ قصدك ايه يعني؟ انت بتهزقني؟ طبعا لا، بس انت متاكد من اللي بتقوله؟ الا متاكد، واذا ما كنتش مصدق اوعى انا اجيبه من جوه. استنى عندك هيني. انت عارف الفيلا دي بتاعت مين؟ بتاعت مين يعني؟ بتاعت النائب العام. النائب العام. انا لازم اسلمك للبوليس. تعالى هنا. ايوه الماسوره الام. ايوه يا ماسوره يا ام، عايزين نخلص بقى يا ماسوره، اطلعي يلا. ايوه الماسوره هنا اهو. ايوه هنا اهو. ايوه. انت خارج ليه يا اخي؟ هو انت زعلت؟ انا ما زعلتش ولا حاجه يا ست هانم، انا بدور على الماسوره الام. وبعدين بقى يا اخواتي قلت الماسوره الام. هي المواسير بتخلف وليهم اب وام؟ كل حاجه في الدنيا يا ست هانم لها ام واب الا ادم وحواء. اتهوى؟ والله فاضلك يا ست، انا هدرس لك بقى ولا ايه؟ وانا ما فاهم عنك حاجه. سيبيني. ايوه فين؟ ايه ده؟ لا ايه ده؟ مشمع. ايه ده؟ هم سدين الماسوره بالمشمع ولا ايه؟ بتعمل ايه يا راجل انت؟ المشمع يا بيه، المشمع. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اصلح حنفيات المطبخ، وبنبهت بقى في صنعتي فهمت ان العطل مش من حنفيات المطبخ، العطل هنا من الماسوره الام. لا يا اسطى انت غلطان. الحنفيات بتوعنا ما بتوصل لهمش الميه من الماسوره دي. امال بتوصل لهم الميه منين؟ من الزير. زير يا جدع انت هتخش لي قافيه؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، انا هضرب صنعتي. وانا كمان اضرب حنفيات فيلتي. خلاص مش عايزين نصلح حاجه. وما نصلحش ليه يا سعاده البيه؟ حد يكره التصليح؟ قلت لك مش عايزين نصلح، انا حر. خلاص يا بيه، بس المهم بقى اجرتنا. كويس فضل وعادل. الا كويس، ما صلحش. مدحت يا مدحت. ايوه يا ليلى جاي.
من رضاك مخلوق تلوان وتكويني تلوان وتكويني تغير وتهديني تغيرني وتهديني ولما تجيب تعصبني وتغضب لما أقولك يوم يغلق وتغضب لما أقولك يوم يغلق وتغضب لما أقولك يوم يغلق مدحت انت مش سامع؟ انت مش سامع؟ مش سامع مين؟ ام كلثوم. دي ست عظيمة خالص. يا مدحت انا انت ايه يا ست؟ انا عروستك. طبعا انت عروستي وحياتي وحبيبتي. طب يلا نرقص مع بعض. على الأغنية دي؟ لا انا هغيرها. مدحت انت مش سامع؟ انت مش سامع؟ مش سامع مين؟ ام كلثوم. دي ست عظيمة خالص. يا مدحت انا انت ايه يا ست؟ انا عروستك. طبعا انت عروستي وحياتي وحبيبتي. طب يلا نرقص مع بعض. على الأغنية دي؟ لا انا هغيرها بمزيكا تانية. يلا. اهلا 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 يا اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا جميل؟ اهلا يا ماما. اهلا بالمخرج الكبير. اهلا دكتور ممدوح. اهلا حماتي. اهلا وسهلا. بتبحلق فيا كده ليه؟ بحلق فيك. في حاجه؟ لا ابدا ابدا. طب تعالى بقى معايا. على فين يا دكتور ممدوح؟ شوف بقى يا حبيبي يا مدحت، انت اعصابك مبعزقه خالص، عشان كده لازم اكشف عليك عشان المها لك. تعال بقى نشوف لنا اوضه نقعد فيها لوحدنا. يا دكتور ممدوح انا فعلا اعصابي مرهقه اليومين دول بس من كتر الشغل، ولما ههدى هتتلم لوحديها. مفهوم. طب اسمع، النهارده ايه في الايام؟ مش فاكر، اظن الثلاث. الاربع. امال ايه؟ الخميس. انت يا حبيبي حالتك متدحضره قوي. طب النهارده ايه؟ الاربع. لا يا دكتور، النهارده التلات زي ما قال مدحت في الاول. انت لخبطني ولا ايه يا دكتور؟ لخبط؟ انت بتلخبط جاهز. تعال بينا على الاوضه بقى علشان اكشف على اعصابي. ليه بس؟ مالها اعصابي؟ تعال بس اسمع كلامي ما تخافش. مدحت روح معاه عشان خاطري، معلش عشان خاطري. خد يا دكتور. جدع. تعال. انا خايفه قوي يا ليلى.
ما تخافيش يا ماما. الراجل ده باين عليه مبادئ الجنان. ما تقوليش عليه كده يا ماما بعد الشر. ما اقولش عليه كده ازاي؟ انت مش واخده بالك من الخطرفه بتاعته؟ دلوقتي الدكتور هيقول لنا على كل حاجه. يا لطيف اللطف يا رب. تعال تعال يا دكتور، تعال تعال. طمنا يا دكتور. طمنا يا دكتور، طمنا. رش على وش ميه. هاتي له يا بنتي ميه. الله يسلمك. الله، امال فين مدحت؟ مدحت الله، مالك؟ لا ابدا ولا حاجه. لا 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 لا، انت مش طبيعيه ابدا. قولي لي ايه اللي مضايقك؟ هقول لك ايه ولا ايه بس. انا ابن خالتك يا ليلى، واعتبريني زي اخوكي تمام. ارجوكي ما تخبيش عليا حاجه ابدا. مدحت يا وحيد. ماله؟ مش عارفه يا وحيد، دايما كده زي التايه. كل الفنانين كده يا ليلى، ثم انت اللي اخترتيه. ما حدش غصبك انك تتجوزيه ابدا. قصدك ايه يا وحيد؟ لا 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 ولا حاجه. المهم هو مدحت راح فين دلوقتي؟ ليه؟ اصل عايزه ضروري. عايزه في ايه؟ في مساله تهمه خالص. ممكن اعرفها ايه هي؟ لا دي حكايه ناس معارفه من البلد جم مصر مخصوص علشان يقابلوه. قولي لي يا ليلى. نعم. ما حدش اتصل بيه هنا او جه زاره؟ لا ما حدش، افتكر خاله بس اللي جاله. عارف ان خاله جاله هنا، قصدي يعني حد تاني. زي مين يعني؟ المهم هو فين دلوقتي؟ هو دلوقتي تلاقيه في التلفزيون. هو عنده برنامج الليله؟ ايوه عنده برنامج الساعه 9. طيب استاذن انا بقى. طب ما تخليك قاعد معايا نتفرج على البرنامج سوا. لا معلش يا ليلى، اصل مشغول قوي، بس ارجوك تبلغيه ان هفوت عليه بكره الصبح قبل ما ينزل. حاضر. مع السلامه يا وحيد. الله يسلمك. هاتيلي التليفون. ايه السيفون؟ التليفون. التليفون. حاضر. حاضر. اللحمة 3 اشكال وطيور ب2 وريال ويوماتي رز ومكرونه وكنافه باللوز وعلى تونه، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. فوتك بعافيه. الله يعافيك. وبلاش بعزقه وبلاش تبسير وبلاش تبسير، وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزقه وبلاش تبسير وبلاش تبسير، اصرخ ويقول يا راجل صايم وراجل شقيان والله عايزه تجوعني حتى. مدحت فين؟ أنا عقول بنت مبارك الدكش خبيتوها فين؟ مبارك الدكش يا ست الهانم، جوزك قتله وخفى جتته، بدنا نعرف هي فين. جوزي ده جوزي مدحت حتى ما يقدرش يذبح فرخ. ايوه لكن ذبح مبارك. روح انت راجل من بره تعرفي. ما تصوتيش. يمين بالله اذا ما قلت لنا هو فين وجتته فين انا هذبح الدم. ما تذبحش. يا نهار اسود، مبارك الدوكس يا ولادي الابلسي. أباي انت ده تليفون. تليفون او حقيقي اتكلمي. الو الحقني. هتذبحي الذبح. اتكلمي بالذوق وبالرواقه. قولي.
الو. لا 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 يا مدحت، ما فيش حاجه. لا، في ناس عايزينك. قولي له جرايبينك. جايبينك. جرايبيني؟ ليلى ليلى ليلى، لازم هم. طيب بس مش تقول لي انت ايه وعايزين مدحت عشان ايه؟ عايزين ناخد ابطارنا منه، لازم اقتله قبل ما يقتلني. هو فين؟ والنبي يا عم، مدحت ده راجل طيب قوي، ما تعملوش فيه حاجه. ما قلناش. هو فين؟ أبي فين؟ هو في التلفزيون. في ايه؟ في التلفزيون. فين ده؟ اهو. أبي دخل هنا كيف؟ وهدخل له كيف يا ابوي من الطاقه دي يعني؟ انا قصدي يعني هو في مبنى التلفزيون. مبنى؟ يعني ايه مبنى؟ مبنى التلفزيون اللي في الهرم. ايه يعني دار؟ قال كده. استني بقى لما اقفل خشمك عشان ما تصوتيش. تعال حسك عينك تصوتي. اللي في الهرم مين؟ رايح له. حسك عينك تصوتي. هم فين؟ هم فين؟ هم طلعوا من هنا. كلمت البوليس عمال ملحقه. الو، بوليس النجدة، الحقونا بسرعة. احنا ساكنين في مصر الجديدة، 40 شارع العروبة. من فضلك بسرعة. مدحت. قبضتوا على سلمان وسويلة من الدكش كده. لا احجزوهم عندكم في الاسم. انا هاجي لكم بنفسي بعد ساعة. شاكر قوي. طب مش ده يثبت لسيادتك ان انا كنت في حاله دفاع شرعي عن النفس؟ عارفين كل حاجة يا استاذ مدحت ومثبوت كل حاجة. عندك اقوال تانية تحب تضيفها لاعترافك؟ لا يا فندم ما عنديش. طب اتفضل انت. ادخل. تقرير الطبيب الشرعي يا فندم. كده. خير خير يا فندم. انت حظك عجيب جدا يا استاذ. صدفة ما تحصلش غير 1 في المليون بس. صدفة؟ انا مش فاهم حاجة. استاذ مدحت، انت ما قتلتش مبارك الدكش لسبب بسيط. هو ان مسدسك كان متعمر في شنك، الظاهر من اللي بتستعملوه في التمثيل. امال مات ازاي؟ ما هي دي الصدفة بقى اللي انا بندهش لها. مبارك مات موتة طبيعية نتيجة مرض قديم. يا ما انت كريم يا رب. يعني انا بريء دلوقتي واقدر اقوم امشي؟ استاذن يا فندم. لا تستاذن ازاي؟ طول بالك. اكتب. وعدنا فتح المحضر نظرا لورود تقرير الطبيب الشرعي المرفق، وتحال الاوراق الى السيد رئيس النيابه لتوجيه تهمه ايه تاني يا فندم؟ تهمه دفن جثه بدون تصريح. انت ناسي ولا ايه؟ اللي دفن الجثه بدون وهي الجثث بتندفن بتصريح يا فندم؟ انا والله كنت اجهل القانون في الناحيه دي. شرف. على العموم انا هرفع تقرير بالظروف والملابسات اللي احاطت بالموضوع، وارجو ان الحكايه تنتهي على غرامه بس. يا ريت يا فندم غرامه بس، انا شاكر الافضل. ان شاء الله. وتنتهي على غرامه تفتكر؟ ان شاء الله تنتهي على غرامه بس. غرامه بس. غرامه بس ان شاء الله. سي مدحت. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. الست فين؟ الدش فين؟ الست ست. أيوة. فوق. ليلى. مدحت، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طمني، عملت ايه؟ خلاص يا ليلى، ثبت ان مش انا اللي قتلته. امال مين اللي قتل؟ مات لوحده كده موتة طبيعية. ازاي؟
بعدين هقول لك كل حاجه، دلوقتي ما عنديش اي وقت.